قال لي ما تتوترش، امتحان زيه زي اي امتحان. ما كنتش ناوي انزل فيديوهات دلوقتي غير لما اخلص امتحانات، بس طلع اقول لكم حاجه، لان في ناس كتير كده، في ناس كتير قلقانه بسبب امتحان فاينل. سواء انت كليه تمريض، مع التمريض، سواء اي كليه، كليه تجاره، كليه هندسه، كليه طب، اي حد، احنا كلنا لسه فرقه اولى وكلنا قلقانين. يعني مش انت لوحدك. انا في ناس كتير سالتها اكبر مني خبره وكده، قالوا لي عادي، امتحان زي اي امتحان، وانت طمن نفسك، يعني ما توصلش لدرجه اللي هو التوتر والخوف يوديك للتوتر، لان انت لو خفت كتير هتتوتر. التوتر ده اكتر حاجه غلط. فانت سيب على الله، وامتحان هيعدي زيه زي اي حاجه، بس انت اعمل اللي عليك وسيب بقى على ربنا. احنا في ناس تعبت، وفي ناس انا عارف اللي داخله الكليه وهي اصلا مش حباها، او مش في دماغها اصلا، او ما كانش ده حلمها، بس هو ده ربنا كتب لك كده، واكيد طالما ربنا كتب لك في المكان ده اكيد اللي انت هتنجز فيه وهتحقق حاجه فيه باذن الله. فانا طالع اكلمك على طبيعتي عادي، ولا دخلت اقول لك معاك مستر احمد تمرتينو ولا اي حاجه. انا طالع اكلمك اخ لاخوك، اللي انت عامل اللي عليك وكل حاجه، وسيب الباقي على ربنا. بس انت خش الامتحان ما تتوترش. انا لسه فرقه اولى زيك، بس النصيحه دي خدتها من ناس كتير، قال لي ما تتوترش، امتحان زيه زي اي امتحان. انا عارف ان اللغه مثلا الكليات اللي هي العلميه اكتر لغه انجليزي والمواد، وده طبعا حاجه متغيره عننا عن تالتة ثانوي. كنا بناخد الانجليزي كده ونقول يا رب نعدي منه. انا عارف ان في كلمات كتير بتقف قدامك وحاجات كتير، ومش انت لوحدك، بتقف قدام انا كمان، قدام اي حد من زمايلنا. فانت سيبها على الله واعمل اللي عليك. يعني بص، الدنيا لسه بخير، يعني بص الجو عامل ازاي والدنيا زي العسل. فانت اعمل اللي عليك وحاول، يعني مثلا لو محققتش حاجه في الترم ده ان شاء الله تحاول الترم التاني، مش اخر الدنيا يعني. وعلى فكره انا ما يعني التمريض ده ما كانش حلم برضه، وناس كتير، واي كليه اللي داخل ربنا وفقه في كليه او مش في كليه تانية، فانت ربنا كاتب لك حاجه كده تنجز فيها. ولا كان في دماغي ان انا اصور فيديوهات يوتيوب او انا ابقى يوتيوبر او كده، بس هي جت من عند ربنا. يمكن ربنا يوفقني في المجال ده، ممكن ربنا كان دخلني المجال ده عشان اعمل فيديوهات زي دي مثلا، او ربنا كاتب لي حاجه قدام، او مثلا هترقى في يوم من الايام وابقى حاجه كويسه. فانت اعمل اللي عليك وسيب على الله، وامنع التوتر. خد الكلمه دي من اخوك. هانت، انا عندي امتحانات يوم السبت، معلش ما اتاخرت عليكم في الفيديو.